السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميل في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم يا جماعه دلوقتي رسميا طلع قرار بحبس مرتضى منصور تاني وتالت ورابع وخامس، مش فاكر المره الكام الصراحه عشان هو متعود على الحوار ده. طلع قرار بسبب قواضيه بتاعت محمود الخطيب بقى والعباس والناس دي كلها اتجمعوا عليه كده. هو حد طلع في فيديو على اليوتيوب المره اللي فاتت قال لك ايه، احتمال يوم اتنين اتحبس واتعزل تاني. هو كان متوقع وفعلا اللي توقعه حصل. طلع النهارده قرار من المحكمه حبس مرتضى منصور وعزله. مش عارف هما بيعزلوا واحد معزول، انا مش فاهم الصراحه ايه تفكيرهم ازاي. يعني واحد معزول وقفوه وقال لك ايه يتعزل، وفي الاخر هيعمل ايه؟ هيخرج من السجن ويرجع تاني نادي الزمالك يعمل لك اي حوار ويمسك تاني نادي الزمالك. ازاي؟ معرفش. يعني هو واحد بسم الله ما شاء الله، احنا عندنا رئيس نادي حبسجي، رئيس نادي الزمالك حبسجي، كل شويه يخش سجن يطلع، يخش سجن يطلع، اللي هو ايه، انا بخش اصيف واطلع مثلا. ده تفسير وحيد ليه. هو يا رب هو ايه، اتعزل خلاص ومشي واتحبس للمره 13 ولا المره 14. مشوه بقى واعملوا له انتخابات يا جدعان. في ايه؟ ما تخرجوا نادي الزمالك من الحوار ده. تبقى فعلا حاجه غريبه لو الوزير ما شالوش بقى خلاص رسميا وعمل انتخابات بقى والكلام يمشي. ولا كان كلام كامل الوزير مع عمرو اديب لما قال لك عمرو مرتضى منصور مش هيكمل طول العمر، يبقى هم فعلا كانوا واخدين قرار خلاص ان هو هيمشي. اللي كان حامي مرتضى منصور قال لك خلاص قلب عليه مشي. يا رب بقى تمشي ونجيب ناس بتفهم تدير النادي بدل العبط اللي احنا دايرين فيه ده. يا ريت بقى ناس كده بتفهم في الاداره تيجي تدير نادي الزمالك بالعقل، مش بالزعيق والصوت والصفقات وانا هعمل ومش هسوي والكلام بتاعه ده. بس يعني اتمنى يحصل انتخابات عاجله. الناس اللي بتحب النادي بجد هم اللي ينتخبوا، مش عايزين احنا نادي اللي ليهم مصالح شخصيه، الناس اللي بينفذوا اجندات، لا احنا عايزين الناس اللي بتحب النادي وعايز النادي يوصل لحته ثانيه. فانا مستني رايكم، هل انتوا تتوقعوا ان فعلا هيتعزل ولا هيحصل المسرحيه بتاعت كل مره وفي الاخر يرجع يقول لك انا هاخد صلاحيات والجمعيه العموميه بتحبني ومحدش يقدر يمشيني؟ انا مستني لو حد دلوقتي تاني كلمات مفتوحه. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن احمد حسام ميدو وبيراميدز اللي بيتعلم علينا مش مره مرتين. دلوقتي احمد حسام ميدو طلع بنفسه قال لك المهاجم فيستون مايالي كنت بتفاوض معاه لمده شهر قاعد بتكلم واخد ودي معاه. طب وايه اللي حصل يا كابتن ميدو في الاخر؟ يقول لك ازاي؟ يقول لك بقالي شهر اللعيب كان عايز مبلغ معين وانا بحاول اقلله له. في الاخر بيراميدز دخلت دفعت الفلوس وقالت يا باشا ايه، خلاص بقى مع نفسك انت يا زمالك، شوف ايه، اقعد شهرين ثلاثه تفاوض مع لعيب تاني. طب دلوقتي انا عايز افهم حاجه، انت بقالك شهر بتفاوض معاه، شهر مش عارف تخلص؟ يعني انت شهر مش فاهم اللعيب بيفكر في ايه؟ انت قلت اللعيب طلب مبلغ كبير، اكيد انت عارف مثلا ان هو مثلا طلب 3 مليون دولار مثلا، فمش هينزل على 2.5، فانت عايز توصله مثلا لمليون ونص ومليون 800. بالعقل يا استاذ ميدو عالمي اللي تتفاوض مع لعيبه اللي انت ايه تقول انا فاهم كوره والكلام ده. مثلا بقول لك مثلا لعيب لو عايز كذا، والله يا جدعان والله يا جدعان عيب يا جماعه. يعني انت بنفسك قلت ده هيبقى هالاند افريقيا ومش هالاند افريقيا يفرق مع الزمالك، في الاخر بيراميدز تغفلك تاني وتالت ورابع. يوسف اسامه نبيه، سيف جعفر، وادي في الاخر المهاجم في تاني صفقه الزمالك كان هيتمها وبيراميدز برضه بصيت عليها. يا كابتن ميدو بالله عليك، كابتن ميدو اللي بتحب نادي الزمالك اللي بتشتغل من غير فلوس، يا كابتن ميدو بالله عليك انت تقول انت فاهم ومش فاهم والكلام ده. انت اصلا طلع معاك تسريبات وكلام وانت اتفضحت اصلا، وطالع يقول لك ايه التسريبات دي كانت قبل ما الاهلي يتفاوض مع اللعيب. تمام حلو، هنمشي ورا حسب كلامك. طالما انت رضا سليم احسن من ميشيل والكلام دون وعمال تفاوض معاه قبل ما الاهلي يخش، فالاهلي كده علم عليك. والله بتكلم غلط، بيراميدز علمت عليك في المهاجم، الاهلي علم عليك في رضا سليم. ناقص ايه تاني عشان تمشي انت والاداره بتاعتك؟ ناقص ايه تاني؟ يعني انتوا ناقصكم بس ايه، فتحوا زي ويمشوا عشان يبقى خلصتوا المجموعه؟ والله يا جدعان والله حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك دون. هنتكلم برضه يا جماعه عن اخر موضوع كده شفناه. ميدو طلع قال لك بيراميدز طلعت بتبوظ صفقه نادي الزمالك اللي هي ابن الاهلي والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، وصفقه نادي الزمالك اللي كان هيجيبها عشان يحاول يرد على كهربا وامام عاشور كانت هي رمضان صبحي. بيراميدز بقى قالت له بس يا باشا تعالى يا باشا، انت عايز رمضان صبحي من عينيا اديك احلى رمضان صبحي عندي، بس بشرط صغير، انا عايز 3.5 مليون دولار. كلمه لبيراميدز بس ايه ولسالم الشمس والناس الجميله اللي ماسكه بيراميدز دي، اسكان الزمالك معهوش 1.5 مليون يدفع غرامه شيكابالا واتشن بونج، هيبقى معاه 3.5 مليون دولار عشان يشتري رمضان صبحي. يا جدعان نتكلم بالعقل يا جدعان، انتوا كده خلاص طلعوا قولوها كده، رمضان صبحي مش للبيع. مش تعملوا 3.5 مليون دولار وتعجزوا الناس، هم اصلا مش هيدفعوا حق الغرامه، انتوا عايزين تدفعوا 3.5 مليون دولار؟ مش عارف انا. فهل بقى سياده المستشار وامير الدهاء وكابتن احمد حسام ميدو هيعرفوا يحلوا مع بيراميدز عشان حتى يبقى شكلهم كويس؟ شكلهم بقى وحش قوي بسبب الصفقات اللي عماله تعلم عليهم من الاهلي وبيراميدز دول. هل انتوا تعرفوا تجيبوا رمضان صبحي عشان تردوا هيبه نادي الزمالك شويه؟ تردوا على تخفيه امام عاشور، على كهربا، على رضا سليم،
على مثلا سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه وعلى المهاجم اللي بيراميدز خفتك فيه، هتعرفوا تردوا انتوا ولا في الاخر معناش فلوس يا في مؤامره الناس مش عارف بتعمل ايه الناس بتسوي ايه؟ يا جدعان طالما انتوا مش عارفين تديروا امشوا، كلمه سهله وبسيطه. النادي فيه مشاكل امشوا، سيبوه يا عم ريحوا دماغكم، امشوا سلموا النادي لاي حد وقولوا بس احنا مالناش دعوه. دلوقتي كله هيحترمكم يقول انتوا خلاص يا جدعان عرفتوا ان انتوا مش عارفين تحلوا حاجه مشيتوا، لكن انتوا قاعدين مش هنسيب النادي، الجمعيه العموميه تمشيني. وميدو طلع والله يا جماعه، ميدو قال تعليق يموت من الضحك، يقول لك الزمالك قادر على تلبيه طلبات اصوليو. طب منين بالعقل؟ اذا كان انت كل صفقه بتخش فيها يا اما بيراميدز بتغفلك يا اما الاهلي بتغفلك يا اما اي حد بيغفلك، ايه ده انت حتى مش عارف تدفع غرامه وتقول لي هجيب صفقات اصوليو؟ يا عم والنبي اتكلموا بالعقل وبطلوا يضحكوا على الناس يا جدعان، بطلوا ضحكوا على الناس. بس كده يا جماعه، ده ملخص الحوار. بيراميدز علمت على الزمالك في صفقه المهاجم اللي كان هيجيبه بقاله شهر بيتفاوض معاه احمد حسام ميدو، ما عرفش يتفاوض معاه. الاهلي على حسب كلام ميدو ان انت كنت بتفاوض مع نادي سليم قبل ما الاهلي يخش في الصفقه والاهلي غفلك اهو. وبس كده يعني، مش الزمالك في اخر فتره مرتضى منصور اتغفل في سيف جعفر يوسف اسامه نبيه المهاجم اللي انت بقى تفاوض معاه، بيراميدز خاطف منك 3 لعيبه. انا مش عارف انتوا ناقصكم ايه تاني عشان ايه تقتنعوا ان انتوا فاشلين. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده كان راي شخصي على اساس اللي حصل، واي حد ليه راي تاني كنت مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.